اهلا ومرحبا بكم في الحلقه الاولى من البودكاست ديالي اللي كنصيفطو كنوجهو لاي بنت بغات تحس براسها كافيه ليها لراسها بلا شروط بلا مقارنات وبلا ضغط. اليوم الموضوع ديالنا غادي يكون هو حب الذات وقبول النفس. بزاف من البنات صحاب ليهم انه حب الذات كيعني تخرجي العلن وتبقاي تقولي انا زوينه انا احسن من كل شيء تا. لا، هو ماشي هكا. ولكن في الحقيقه حب الذات هو شي حاجه اللي كتار من هكا. هو واحد الغولاسيون كتعيشيها مع راسك يوميا بلا ما كتحسي براسك. وإلا بغيتي واحد الجلو اب اللي هو باين في الحياه، نورمالمون خاصك تبداي من الداخل ديالك. هو صراحه صعيب شويه نحن نتقبلوا راسنا من الاول ولكن علاش صعيب؟ حيتاش في المجتمع ديالنا ديما كيعلمنا نشوفوا العيوب قبل من المميزات ديالنا. من صغرنا كيسمعونا نتيا غليظه، نتيا ضعيفه، شعرك خايب، لونك غامق، سمرة، كحله، بيضه بزاف، قصيره، طويله بزاف. وحاجه اخرى، حتى السوشيال ميديا كتزيد طين بله. كنشوفوا واحد تصاور لي بيرفكت وهما اصلا غير مصاوبين وكنحسوا بواحد النقص اللي ما يمكنش. مثلا نعطيكم مثال، انا من صغري كنت ديفرنت شويه على البنات اللي كانوا معايا. كان البو ديالي زايد بزاف، كنبان كبر من عمري بزاف، وهذا الشيء خلاني نكون واحد الهدف اللي ساهل يتنمروا عليا. غير كلمه صغيره كانت ما نكذبش عليكم كتخلي واحد الاثر اللي كبير بزاف. التنمر كيخلي الانسان يشك في راسو، في القيمه ديالو. كنت ديما كنشوف راسي ناقصه، وحتى الحب اللي كان خاصني نعطيه لراسي ما كنتش كنقدر نحسه، ما كنتش كنقدر نعطيه لراسي. ولكن جا واحد النهار قلت علاش غادا نبقى نعيش حياتي كلها ضحيه؟ خاصني نبدل عقليتي قبل ما نبدل الجسم ديالي. ديك الساعه بديت كنحب راسي شويه بشويه، بديت كنتقبل الشكل ديالي. عاد من بعد بديت كنخدم على صحتي، بديت كنخدم على لوكور ديالي، نقصت البوا. واخا كنقص وكنعاود نرجع شويه ولكن ما كنرجعش لديك الدرجه اللي كنت فيها في الاول. واليوم ماشي غير نقصت الوزن ولكن تعلمت واحد الحاجه اللي اهم، ان الثقه بالنفس ما مرتبطه لا بميزان لا بماكله لا بجسم لا بوجه لا بشعر، هي مرتبطه بالطريقه اللي كنهضر بها مع راسي. الحاجه الثانيه، خاصنا نبداو نفرقوا بين حب الذات والغرور. حب الذات ماشي هو الغرور. عندك الغرور كتبغي تباني حسن من الناس، حب الذات لا، كتبغي تعيشي مرتاحه مع راسك. مثلا وحده كتلبس مزيان باش الناس يشوفوها، هذا كيتسمى غرور. ووحده كتلبس مزيان باش هي تحس براسها زوينه، هذا هو حب الذات. وبهذا الشيء غادي ندوزو لواحد الخطوات اللي يقدروا يعاونونا باش نتقبلوا النفس ديالنا، الذات ديالنا. اول حاجه غتبدلي طريقه ديال الهضره مع راسك في الداخل ديالك. اول حاجه ماشي فاش كتبداي تهضري وكتسمعي راسك كدوي، لا، الداخل ديالك. في بلاصه ما تقولي انا ناقصه ولا انا هاد الحاجه ما عجبانيش، كتقولي انا كندير اللي في جهدي، انا كندير اللي في جهدي والكمال على الله. بقاي تقولي واحد الجمل ايجابيه قصيره وتعاوديها قدام المرايه بينك وبين راسك. حاجه الثانيه، تقبلي اي حاجه فيك كتحس بها انت نقص. كل انسان عنده العيوب، والفكره من هاد الشيء هي تخليها جزء منك، ماشي توقفي حياتك حتى تولي بيرفكت عاد تكملي، لا. مثلا عندي واحد البوا زايد نقدر نخدم عليه، ولكن حياتي راه ماشي متعلقه به ولا معلقه به. لا حقا ما نشريش ديك اللبسه حتى نقص البوا، لا، شريها، خديها تكون عندك وغادي تخليها واحد الهدف في راسك انك غتوصلي لواحد البوا باش تجيك زوينه اكثر من اللي جاتك. ثالث حاجه، الامتنان. الامتنان ما كنتش عارفه
بحق هاد الكلمة هادي حتى جربت وجربت 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 وقنعت راسي فاش كندير الامتنان كنقنع راسي به. في الاول ما كنتش كنعرف كيفاش كنقول الامتنان، كنبدا نقول الحمد لله على هاد النهار، وانا راه من الداخل ديالي راه ما عاجبنيش داكشي اللي فيه، لا خاصني نتقبل وبعدا من الداخل عاد نقولها. وكل ليله تبغي تنعسي غتكتبي، غتاخدي ورقه وستيلو، انت غادا تاخدي كتاب غتخليه عندك، في كل ليله قبل ما تنعسي غتكتبي 3 الحوايج زوينين وقعوا لك اولا ديجا عندك. هادشي غادي يبدل التركيز ديالك من شنو ناقص لشنو عندي، من شنو ناقص لشنو عندي. رابع حاجه، ما تبقايش تقارني راسك مع الناس في السوشيال ميديا. الناس في السوشيال ميديا فاش كيحطوا تصويره ما كيخليو فين يدوزوها، كيدوزوها في الفيس اب، في لي زابليكاسيون ديال اللي كيقادوا بهم لو كور، بزاف د الحوايج بالفلترات كذا كذا، عاد كيحطوا لك انت التصويره باش تشوفيها. ما تبقايش تقارني راسك مع الناس اللي في السوشيال ميديا، ديما قارني راسك مع النسخه ديالك نتيا القديمه، هذه قبل عام ولا قبل عامين ولا قبل 5 سنين ولا 10 سنين. حيتاش غادا تجي تفكري، غادي تجلسي مع راسك غتشوفي راسك هادشي اللي واصله ليه دابا راه كنتي كتحلمي به هذه 5 سنين ولا هذه 10 سنين. ديما قارني راسك مع النسخه القديمه ديالك. دابا ملي قلت لك هادشي كامل غادي ندوزو لواحد تشالنج ولا اكسرسايز ولا كما بغيتي تسميه، خوديه نتيا غادي تعرفي تسميه احسن مني انا. غتجيبي واحد الورقه وستيلو وغتكتبي واحد العنوان اللي كبير بزاف، الحوايج اللي كتعجبني في راسي. في هاد لا ليست غتبداي 3 الحوايج صغار، مثلا صوتي زوين، مثلا كنقول لك غير مثلا نتيا على حساب نتيا وشنو الحوايج اللي كيعجبوك في راسك. صوتي زوين، ولا كنعرف نضحك الناس، كنعرف نفوج عليهم، ولا شعري زوين، عيني زوينه، الله يجعلك تقولي غير ديك شفاري زوينين، شي حاجه اللي كتبان لك تيالي بانال وتافهه قوليها. كل نهار على ديك لا ليست غتزيدي 3 الحوايج جداد. من بعد 2 سيمانات غتلقاي عندك واحد لا ليست اللي عامره بزاف ديال الحوايج، وهاد الحوايج تكوني نتيا ما كنتيش راده ليهم البال. ومنين غادا تقرايها كوني اكيده غادا تولي تشوفي راسك بواحد العين اللي زوينه بزاف بواحد الشوفه اللي جديده. والسر هنايا هو تكملي، غادا تكملي في هاد لا ليست حتى الاخر. واخر حاجه نبغي نقولها لك اللي هي حب الذات وقبول النفس، هي ماشي واحد المحطه غتوصلي ليها وتسدي الباب، لا، هي واحد الرحله اللي غادا تبدايها مع راسك، وكل نهار غادا تعطي لراسك فرصه جديده. وهذا الميساج ديالي ليك، حتى الا ما كنتيش مثاليه، ما كنتيش بيرفكت، وحتى الا عندك العيوب، انتي راكي كافيه، انتي راكي كافيه، حتى شي واحد ما بيرفكت. وحتى لهنا كنكونوا سالينا. والسؤال ديالي ليكم، شنو هي اول حاجه غادا تختاري تبغيها في راسك من بعد ما سمعتي هذا البودكاست؟ جاوبيني في الكومنت باش نعرف شنو اكثر حاجه قاستك في هذا البودكاست، وقولوا لي شنو هما المواضيع اللي تبغيو نهضر عليهم من بعد. وبيزوات، نتلاقاو في بودكاست جاي.